انقذوني انقذوني انقذوني. سلام قولا من رب رحيم. وابتالوا اليوم ايها المجرمون. صوت مين؟ صوت مين؟ خلاص ازعاج، خلاص خالي كسر بعضه. انقذوني انقذوني. ولك يا فردوس، تعالي ساعديني يا فردوس، تعالي هديني رح موت. يا فتاح يا رزاق، يا فتاح يا رزاق، يا عليم يا كريم. ولك مين قال لك تطلع لبرا انت الصبح؟ مين ضربك على ايدك وقال لك اطلع انتشر على البلكون يا ختيار الجن؟ بعدين ازيدك من الشعر بيت انا عندي فوبيا مرتفعات. مين قال لك انه انا فيني استرجي واطلع طلطل من البلكون؟ ريتك تطير طيران من عليك. دبر حالك، ما دخلني. ولك يا أبي يا روحي، أنت ما زالك بتخاف من المرتفعات، شو طلعك لبرا على البلكون؟ فوت لجوا وأبي فوت. ايوه ولك يا بنتي يا ام سوزان، ماني قادر اتلحفظ من مكاني، جسمي هيك مكربج، حاسس حالي اذا بتحرك خطوه رح انزل هيك سقوط حر. امين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لحظة جرب. لا شوفي عم ترجع لحالها. ايوه ساعدوني. أبو سوزان، يا أبو سوزان تعا اطلع جيب، ولا أبي ما عم يرضى يدخل. تعا أبو سوزان، قوم عم احكي معك. أبوي على البلكون، فوته لجوا. هذا المخزن والله ما بتخلوا حدا يعرف ينام بهالبيت. مخرج، نحن لإمتى بدنا نضل نلبس نفس البنطلون بالمسلسلات؟ يتساءل المشاهدون. ولي على قامتي دقات قلبي مليون. حاسس هذا شو بتسموه؟ ادرينالين ارتفع معي لفوق. بس يلا منيح لعضلة القلب، هيك بتضل طول الوقت شباب وبتشوف كل شي شباب. إذا كانت عافيتكن تجيبوا لي كباية مي، لا تطلعوا فيني هيك. أنا على سفر، يعني بحق لي افطر اليوم، بنقضيه بعد رمضان إن شاء الله. دخيل هالوش. حسنة يا حسنة، تعي ناولي الحاج عدنان كاسة مي. ولك يا حسنة، الله ليش شبعك نوم؟ فريرة نفيرة، حسنة نايمة، ما سمعتوا شخيرة؟ ما بيتركوا الوحدة تعرف تنام بهالبيت. سمعنا وانطرشنا وجعنا. ابو سوزان يا روح قلب ابو سوزان، هيك يعني انت بتعرفي مرتي وعيوني وضوء عيني. جانا والله جانا يا ابو سوزان. انا بلا سحور امبارح، انا ما اكلت على السحور. شو عملتي لنا اليوم على فطورنا؟ كنا لقمتين هيك. جعت. أبو سوزان، اللي فيني بكفيني، أبدا ما ناقصني هلا آكل همك وهم بطنك وكرشك وجوعك اللي ما بيخلص. أمي أنا جوعان، أمي أنا جوعان، أمي. على أساس مو أنا كنت لصلاة الصبح عم أدور على أبوكي بالمطارات. أنا اللي ضيعت أبوكي. بالله أبوكي كان ضايع،
طمنيني ان شاء الله لقيتوه. يا حسرتي عليه والله ما بيستاهل. اللهم إني صائمة، اللهم إني صائمة، بس ما بيخلوا الواحد يعرف ينام بهالبيت. ماما صباح الخير أولاً. ثانياً بحب خبرك إنه الساعة 2 بعد الظهر وباقي 4 ساعات للفطور وأنا ماني شامة ولا ريحة أكل. شو بدي آكل؟ ولك عم تحكي كمان؟ على أساس أنا لوحدي اللي فقت الظهر، مو بالله؟ مو كل البيت فايق معي بعد المصايب اللي صارت معنا امبارح. من شابه أباه فما ظلم، لا تفكروا لي غير بكرشكم شو بدكم تاكلوا، ولك اسمه شهر صيام وعبادة مو شهر أكل، بس على كل حال مفرزة شوية محاشي كوسة وباذنجان، يا بعملكم ياهم بلحمة يا بلبن، افزار يفزركم، ما راح تموتي من الجوع من هون لوقت الفطور. هاي جميعا. ماما صباحه كلما الطير هز بجناحه. قصدك كل ما الكلب هز بذنبه. ماما منيح أول يوم الصيام للظهر؟ لا ما منيح، يعقوب اللي أصغر منك لهلا صايم وما فتحت أمه، استني للعصر. ماما شوفي يعقوب عم ياكل، شفتك مفطر يا دم. يا بياع السم روح اقعد مع جده فريق المفطرين. أنا صايمة. ها مفطر ماما، لا تقولي لي صايم. مفطر ولا مفطر، أنا ما نغني. ملاك لا تخليني طالع اصواتي توصل لاخر طابق بالبنايه، جدك عذره معه كان مسافر، انت ما دخلك، انتتري على غرفتك، زبطي تختك ورتبيه وانضبي من خلقتي. أنا أتدمر. دخت أتجرؤين وتقولي لي دخت؟ لقد كنت مفترشة الأرض، ليس عندي تخت يا أمي، ما عندي تخت. دعي لي أكمل مناحتي، لقد خطر ببالي بيتان شعر من وحي المعاناة. لم يعد لدي تخت ولقد راح البخت. كنت أنام فوق والآن أصبحت تحت. يا ريت عندي يخت ولكن ليس لدي وقت. بالذي قلته للتو، الصيام أثر شوي على الموهبة الشعرية تبعي. تخت، فرشة، زفت، روحي شيلي الفرشة من على الأرض، غوري من وشي. بخاف ازعج عمتي إلهام وابنة عمتي إلهام. ليش بالله بس سنو وايت؟ بياض الثلج خانه، بدها تضل نايمة إن شاء الله للعصر؟ مفهمينا إنه هذا بيت ما أوتيل؟ سوزان بتروحي لجوا بتفيقيها لعمتك بالطريقة اللي بتشوفيها مناسبة أحسن ما هذا بيت ما أوتيل. بدها تقومي تعاوننا بالطبخ، قومي فيقيها. ماشي، وكمان بفيق إلهام بطريقة، ليش لحتى تضل نايمة؟ خليها تقوم حتى لو ما في شغل تقوم، يعني أنا ليش أكون فايقة وهي لا؟ ما دخلني. إلهام! الحمد لله، الله هلا على فنجان القهوة بعد الفطور. هاي الشفة بتسوى عندي كل شيء. يا لطيف يا جماعة، اليوم أنا أظن نزلت لكم شي 2 3 4 5 كيلو من الجوع. فيت مت جوع يا لطيف، كل شي خف دام. تفرجوا ما عاد في كرش. لا واضح واضح ابو سوزان، العالم هدول اللي بيلعبوا رياضه بيطلع عندهم السكس باج، انت انفتح عندك الاير باج تبع السياره. عم تتمسخري على جوزك. ماما 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 ماما. ولك خير، ماما وحده بتكفي، ليش الطمع؟ ليش التبذير؟ أمي
لقد وقفت على شرفة البلكون وشفت انه كل العالم مزينين ومحتفلين باجواء رمضان، واهلا اهلا كيف الحال، يا له من مشهد رائع. يا ايه والله ملاك معها. ماما 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 معلش لو سمحتي اطلعي على البلكون تشوفي كيف كل العالم مزينه بيوتها وبلكينا بمناسبه شهر رمضان. كل منظر بيفلج اكثر من الثاني، بيعقد بيصل بياخذ العقل. لازم نعمل نحن مثلهم، نزين البيت. بمناسبة طلاق عمتك وانضمامها لنا في هذا الاجتماع الرمضاني، ولا بمناسبة انه جدك ضاع بالمطارات وجاني على غفلة، ولا بمناسبة هالجمعة الرائعة اللي نحن قاعدين بهالبيت؟ أين بمناسبة؟ ركزيلي، حددي. في كثير مناسبات لأنه صارت. امانه خلينا نزين البيت. على فكره هيك بالليل مع الاضاءه وكذا كثير بيعطي سعاده وسرور وفايبز وشي يعني. بعدين شهر رمضان لازم نحس فيه يعني، بدون اجواء ليش اسمه رمضان؟ لازم نعيش اجواءه. شو عمل يا جراح يلي زالت وانا كان قد اصيب به؟ نعم هذا صحيح. وازيدكم من الشعر بيت اثبت علميا وهناك دراسات تتحدث عن ان الاضاءه والزينه تبعث البهجه في النفوس، والبهجه يعني سعاده، والسعاده يعني فرح، والفرح يعني انبساط، والانبساط يعني انشراح، والانشراح يعني هدوء، والهدوء يعني ان يعم السلام في ارجاء البيت. نعم السلام. تفضلوا. سمعتوا لي خطاب الامم المتحده؟ سمعتوه؟ نقر بالنخاع الشوكي ونزل للبصله السيسائيه مدري طلع. الهام بحذرك للمره المليون قبل ما يخلص هالمسلسل بدي اقتلك. طيب يا جماعه امري لربي، خلاص موافقه، رح نزين البيت بمناسبه الشهر الفضيل. حاج طالع علي صيت انه انا نكده وعصبيه وبتفشفش دائما بولادي، رح نزين البيت. ايوه إذا بلشتوا تحكوا عن الزينة أنا بدي فوانيش. فوانيس من وين اجت هاي فوانيش؟ بالصين أبي بالصين. أيوة بنتي ليش بدك تطلبيهم من الصين؟ يا أبي يا روحي يا حبيبي اسمهم فوانيس بالصين، الصين مو بالشين. يا على عيونكم، والله تقلت كتير على الفطوش، حتى انه هالبندوراية اللي بايدي مو قدراني انه اكلها، مع انه ريحتها تازة وبلدية. بالنسبة للزينة انا هيك ذوقي بحب الشي الفرايحي الفرفوش الفرح، شي تفتح هيك الشهية والنفس. ايه انت بالذات ناقصك الشهية تبعك تنفتح، لازم العين تطرقك وتطرق اللي بده يطرقك، واذا ما طرقوكي ترجع تطرقك، واذا انطرقتي يطرقوكي بالمطرقه. منيح هيك؟ والله العظيم يا مرت اخي انه انت احمر من هالبندوره، وصبر اكثر من الملح بترفعي للضغط، مو هيك امي؟ والله يعني لو يجي الموضوع لذوقي انا وبتسالوني الي، فانا بفضل هيك يكون يعني في شغلات عليها ايات قرانيه، مسجد، جامع، يعني رمضان مبارك، هيك يعني شغلات بتطرح البركه في البيت. حماتي الزينة اللي عم تحكي عنها هي زينة الحج. إذا بلش الألزهايمر يلعب مشكلة كبيرة. زينة الحج نحن في رمضان. انا والهام بنستلم البلكون، بنحط اضاءه وشرطان وهيك شراشيب واجواء خيم رمضانيه واو ماي جاد وفطور وسحور وهيك انستغرام، يعني انستغرامبل بليس، انه بتصير زاويه خرج نصور فيها انستغرام. عرفتي شو رايك الهام؟ اكيد موافقه اسكتي. ولا اقول لك بسلم الهام الشرطان والاضاءه برا، وانا بستلم تنسيق الورود. لازم نعمل ورود بالبيت، لازم نحط الوان، لازم نحط هيك. ماما خلص الورود علي. عفوا سوزان، فهذه ليست أجوائي. أنا أحبذ وأفضل ويا ليتني أبقى على إضاءة الشموع مع إضاءة خافتة. هذه هي أجوائي. وجدتها. أنا بحسي الفني المرهف سوف أصنع أشغالا يدوية وحرفا فنية وسوف أضعها على بيت الباب. ملاك اسمه باب البيت.
اوكي يا جماعة، معناها اني رح اكون responsible المسؤول عن تنسيق جميع الاشياء all the things اللي رح تجيبوها والتمديدات الكهربائية الالكتريسيتي، لانه ما بقى من حدا غيري ابدا يستلمها. خلص ماشي يا جماعة، رح اشتغل اليوم انا بالديمقراطية، كل واحد فيكم ينزل يجيب الزينة والغراض تبعه وملتقانا هنا بعد الساعة، اتفقنا؟ يعني شي لميع بري هيك عم يضوي ضوي ويوجوج. والله يا بنت حبايب يا ام الهام، كل واحد بيشتغل باصله وكيف هو متربي، اذا متربي على العز والدلال ولا متربي على النورنه والشرشحه. انا ذوقي شيء اكابري مشينا عليه القيمه، نحاسيات ذهب فضه، مو بريء ولميع الله اعلم شلون متربيه. نحن متربين على الغالي. حسناء، هاي الزاوية اللي هون بتنظفي لي اياها هيك، بتقلصيها بتمسحي، بدي اياها توجوج، في موال براسي بدي غني هنيك، ما حدا بيقرب على هالزاوية من هلا عقلكم. فريرة نفيرة، حسنة بالخدمة ما في غيرها، تكرم عينك ام سوزان، بس دخيلك لا تنسي تجيبي لي معك شوية بخور يكونوا على مسك وعنبر، وعود لحتى عطر لكم البيت بأجواء رمضانية. وصرتي تطلبي وتتأمري يا نور عيني، مو بالله؟ بس خلاص تكرم عيونك، رح اجيب لك بخور وهذا كل شيء طلبتيه. ابو سوزان قوم يلا معي خلينا ننزل على السوق، يلا هلا بتتعب وبتفتخي. ولك شيل هالتفاحة من ايدك احسن ما اطرقك على راسك فيها فج فج. منروح على السوق ام سوزان، لا عاد ترعبيني، بكفي الجوع تبع الصيام، ترجع ايدي ترعبيني وتخليني روح كل هالكرش. ليش ما بتخافي الله؟ ام سوزان دخيل عينك، بطريق الرجعة بعد ما تشتري لي البخور والعطور لا تنسي تجيبي لي معك كيس شيبس بالملح والخل ومعهم بيبسي دايتها، لا تنسي حتى بس ما اخلص السهرة اصطهج عليهم على البلكون. لا تنسي بيبسي دايت، ما بدي انزع جسمي ويخرب موديلي قبل العيد. جيجي حديد، عندك عرض ازياء على العيد؟ بقوم بليحك بقفى اجري على وشك. هاتي المانطو. ولك تعوا بس يتعلموا الذوق مني انا، اللي ربيان على الغالي مبين واللي ربيان على الرخيص كمان مبين. اشتريت اغلى هلال بالسوق طبعا. وينك يا امي؟ ولك الله عليك يا ام سوزان، الله عليك، تسلم هالانامل. ولك بتحدى اذا في جاره بكل هالمبنى ودبي وضواحيها عمل هيك زينه. طبعا اليوم انا حبيت اختار هيك شيء بيشبه الروح النقيه، حطيت بيبي بينك، بيبي بيربل، اوف وايت، شويه خضار لحتى اعمل شويه كونتراست، وحبيت اختار هيك شويه احجام واشكال للفازات. امتى بده ينفتح نصيبي وهيك قول اول ورده من حبيبي، حطها بالكتاب وجففها. حتى نعمل ماتشنج وشوية أكسيمتري. وين تليفوني؟ زاوية رمضان بالبيت. حبيت لك يسلم لي هالذوق يا فنانة المستقبل. لا أدري لماذا هذه الحركات اللولبية تذكرني بتلافيف المخ. كم أعشق دماغ الإنسان لأنه يحتوي على هذه الملفات التي تسمح لنا بالتفكير. سوف أقوم بالخطوة التي سوف تبعث التيار الكهربائي في هذه الدارة. السالب والموجب سوف يتنافران، أقصد يتجاذبان. التيارات الكهربائية والكهرومغناطيسية سوف تبعث في هذه الدارة الحياة من أجل ما يسمى بالإضاءة. سوف أقوم بوضع تيار كهربائي آخر هنا من أجل أن يكون هناك تناسب طردي بين دائرة التلفاز. وبهذه المناسبة الأكثر من شيقة أود إخباركم بمعلومات جدا مهمة. مخترع الكهرباء هو توماس إديسون. أهلا رمضان ويا شهر القرآن، لقد انتهيت. لسه لازم أعمل منا 3. لقد انتهيت. عذرا، فطولي لا يساعدني أن أعلقها فوق.
أنا لا فيني لا أطلع لفوق ولا أنزل لتحت، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه ما أخرج العمر له حقه، والحمد لله أنا لا رح ولا زيد. في من أيام الحج المرحوم الله يرحمه اتكل. إيه هيك ها؟ فريرة نفيرة حسنة تشعر بالغيرة. سرقت شوي من الإضاءة والدارات الكهربائية تبع إلهام، وأنا كمان بدي يصير في عندي أجواء رمضانية مطبخي. ما بعرف. ممتاز، هي البراد تبعي صار عم يضوي لالي. يلا خلص بقى عندي مليون شغلة بدنا نعمل قطايف. ولك فريرة نفيرة حسنة إضاءتها وزينتها مو مثل زينة غيرها. واو بلاستيك بلاستيك. تعبت والله يا ملوكة يا حبيبة قلب اختك، أول مرة بتقترحي شي بمحله. ليكم أحلى البيت، صار كتير يجنن يخبوا أجواء وفايبز وشي، وهلا بكل زاوية صار فيني صور محتوى للإنستغرام. حبيبتي مع احترامي لجميع جهودكم والله يعطيكم العافية على الزينة، يعني البيت صار صراحة يعني هيك حلو، بس زاويتي أحلى زاوية ما تقولوا لي. شوفوا عم تشرشر أكابرية. هل أستطيع بهذه المناسبة الجديدة إلقاء قصيدة شاعرية مختلفة وجديدة؟ لا 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 يا روحي لا، اليوم تعبناكي كثير معنا يا ضوء عين امك. خلص بلا قصائد اليوم. يلا يا جماعه كل واحد يقوم على تخته، بدنا ننام بكير نفيق على السحور، وبدنا نرجع بكره نفيق من وش الصبح لانه عندنا شغل على بكير من هلا عملكم. يلا كل واحد على تخته. ملاك بلا قصائد. انتوا هون؟ الحقوني. ايوه رمضان مبارك.